القديسة أنستاسيا الرومانية. ولدت القديسة أنستاسيا في روما لعائلة وثنية، لكنها آمنت بالمسيحية في شبابها وتأثرت بتعاليم المسيح. عندما علم والداها باعتناقها للمسيحية، تعرضت للاضطهاد من عائلتها، لكنها ظلت ثابتة في إيمانها. كرست حياتها للصلاة، الصوم، وخدمة المحتاجين والمرضى، خاصة في فترة الاضطهادات التي كان يتعرض لها المسيحيون. استشهادها. في زمن الإمبراطور ديوكلتيانوس المعروف باضطهاده الشديد للمسيحيين، ألقي القبض على أنستاسيا بسبب إيمانها، وعرضت على الحاكم الذي حاول إقناعها بترك المسيحية وعبادة الآلهة الرومانية. رفضت أنستاسيا بشجاعة كل الإغراءات والتهديدات، فتعرضت للتعذيب القاسي، لكنها بقيت صامدة في إيمانها. في النهاية، أمر بقطع رأسها، واستشهدت لتنضم إلى قائمة الشهداء الذين بذلوا حياتهم من أجل المسيح. تكريمها. تعتبر القديسة أنستاسيا من الشهداء الذين يكرمهم المؤمنون باعتبارهم مثالاً للشجاعة والثبات في الإيمان. تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية بتذكارها في يوم 29 من أكتوبر من كل عام. توجد أيقونات قليلة للقديسة أنستاسيا، وغالباً ما تصور، وهي تحمل إكليلاً للشهادة أو صليباً كرمز لانتصارها الروحي. اذكرونا بصلاتكم مونجيزو.